أسرار تورط الأهلي في أزمة أرض الزمالك وفشل مشروع الاستاد. الزمالك باع العتبة الخضراء بالمليارات، والخطيب سبب قرار وزارة الإسكان، والأهلي حلت عليه لعنة الفراعنة، واللبيب سبب توقف مشروع الاستاد. مافيا الأراضي والصراع الأزلي بين كبار رجال الدولة على مشاريع ضخمة ومصالح شخصية. كلام كتير بيتقال الفترة اللي فاتت عن حرب كبيرة بين أكبر أندية الكرة المصرية الأهلي والزمالك، واللي خرج بره دايرة الساحرة المستديرة ودخل في الخناقات على أراضي ومشاريع وإهدار مال عام، وتورط أسماء كبيرة لرجال أعمال في الأزمة، والاتهامات كانت متبادلة بين أنصار الفريقين. الزملكاوية شايفين إن الأهلي ورا سحب تراخيص أرض 6 أكتوبر، والأهلاوية بيتهموا الزمالك إنهم ورا توقف مشروع الاستاد. وطبعا مفيش دخان من غير نار، يعني كل فريق كان ليه إيد في أزمة الفريق التاني بالترويج للأزمة أو محاولة التأثير على دوائر صناع القرار في الدولة لتضخيم أزمة الفريق التاني. ده طبعا لو قلنا إن كل اللي اتقال إشاعات، والخطيب واللبيب كانوا إخوان ومحدش فيهم اشتكى على التاني لوزارة الإسكان، وإن الإعلام وصفحات الجماهير على السوشيال ميديا هي السبب في تكبير الأزمة. ولو عاوزين نعرف تفاصيل أزمة الزمالك هنرجع بالتاريخ لورا شوية ل 2003 لما تم تخصيص 129 فدان لصالح نادي الزمالك، والهدف وقتها كان إنشاء فرع جديد ضخم للنادي بمدينة 6 أكتوبر يضم ملاعب ومنشآت رياضية. لكن اللي حصل إن النادي في أزمات مادية كبيرة وعدم استقرار إداري عطل المشروعات المتفق عليها، والدولة أمهلت الزمالك السنين اللي فاتت كلها لحد ما النادي يقف على رجله وينفذ مشروعاته. ومن السنة اللي فاتت طلع كلام وإشاعات روجت ليه بشكل كبير صفحات على السوشيال ميديا، ومنها صفحات أهلوية وصفحات تانية مجهولة الهوية، إن جزء من الأرض دي تم تخصيصه لإقامة كومباوند سكني ومول تجاري. وهنا بدأ الجدل، لأن الأرض المخصصة لنشاط رياضي اتحولت لمشروع استثماري بحت. واتقال كمان كلام على إن رجل أعمال كبير وشخصية سياسية في الدولة صاحب منصب سياسي سابق هو السبب ورا اللي حصل، وإن حسين لبيب باع له العتبة الخضراء بمليارات مقابل بناء كومباوند على أرض الدولة، وإن في 600 مليون جنيه تم تحصيلهم من أرض الزمالك ب 6 أكتوبر ودخلوا حساب وسيط باسم شركة ZSC ملك السيد أحمد فؤاد، والفلوس دي اتصرفت من خلال حساب بنكي مشترك مع الزمالك. وهيكونوا مطالبين بأكتر من 2 مليون جنيه للبنوك، لأن النادي خد قروض بضمان الأرض اللي هم أصلا ما سددوش حقها للدولة، رغم إنهم اشتروها زمان ب50 جنيه للمتر بس. لكن ده الكلام اللي ظهر على صفحات السوشيال ميديا، والحقيقة كشفتها الكاميرات على أرض نادي الزمالك، واللي فعلا ما فيهاش أي أعمال حفر ولا اتبنى فيها طوبة واحدة. يبقى إيه سر الإشاعة؟ لكن الدولة كان من حقها حسم القضية بشكل قانوني، وادت للزمالك مهلة أخيرة ينفذ فيها المشروعات، وإلا هيتم سحب الأرض. وده معناه ضياع النادي، لأن المشروعات تكلفتها توصل ل7 مليار أو 9 مليار، والنادي عليه ديون، ومفيش رجال أعمال هيساهموا في تمويل مشروعات لصالح الزمالك. وبالرغم من كل اللي اتقال عن إدانة الزمالك ببيع الأرض واستغلالها لبناء كومباوند ومول تجاري بدون تراخيص، لكن كان في مفاجأة تانية ظهرت، وهي وجود تراخيص بإنشاء منطقة استثمارية في أرض 6 أكتوبر، وإن فعلا في أعمال حفر بدأت من شهر 6، وإن جهاز المدينة كان على علم بكل خطوة. مش بس كده، ده كمان النادي تعاقد مع شركات هندسية تبع جهات حكومية لتنفيذ المشروعات الاستثمارية من أكتر من 4 شهور. يبقى إزاي تحركات النادي كانت غير قانونية، وإزاي طلع قرار تمهيدي بسحب الأرض؟ في المقابل الأهلي وجمهوره كانوا بيحتفلوا في نفس الوقت بمشروع القرن الاستاد الجديد، وده خلى جماهير الزمالك تغضب بشكل كبير من تميز النادي الأهلي، وقالوا يعني معقول الأهلي اللي 4 فروع بتوعه ما حصلش فيهم مخالفة واحدة تخليه يحصل معاه زي اللي حصل ده؟ 100% في ملايين المخالفات، لكن بتترمي في الدرج عادي. واتقال كلام تاني إن أرض الزمالك هيتم بيعها لمستثمر إماراتي كبير، وإن الصفقة بتدبير النادي الأهلي، وده برضو كلام صفحات الزملكاوية على السوشيال ميديا. ولحد هنا الأزمة ما خلصتش، ويتفاجئ جمهور الأهلي وسط انشغاله بقضية أرض الزمالك بتوقف حفر استاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد، وإن في احتمال كبير تتسلم الأرض لجهاز الشيخ زايد تاني. واتقال إن السبب إنهم بعد ما حفروا الأرض لعمق 12 متر لقوا التربة فيها كتل خرسانية قوية، وناس قالت تربة صخرية. وطبعا حسب كلام وتحليل المهندسين الكلام ده عاري تماما من الصحة، ومفيش حاجة اسمها تربة خرسانية. الخرسانة دي مكونة من أسمنت وحديد من صنع البشر. يبقى إيه سر إنها تكون مدفونة في الصحراء؟
وهل التربة الخرسانية ما ظهرتش إلا بعد أزمة سحب أرض 6 أكتوبر؟ ولكن سعد الجيوشي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء نفى الكلام ده في مداخلة مع إبراهيم فايق، وقال الحفر لسه شغال، احنا ماشيين بجدول زمني وعندنا إعداد هندسي كويس جدا. الحفر بدأ في فبراير وعندنا أعمال حفر المليون متر مكعب، والحفارات لقت تربة خرسانية احنا كنا شايفين لحد 45 متر، بس احنا بنحفر لحد 24 متر بس، يعني كل شيء تحت السيطرة. ولكنه أكد معلومة التربة الخرسانية واللي اعتبرها كتير من المهندسين غلط هندسيا وغير منطقية. الجيوشي ما قالش معلومات غلط هندسيا بس، لا ده كمان قال مواعيد الانتهاء من المشروع غلط، وقال هياخد 200 يوم وبدأ من فبراير 2025 وهيخلص في 25 يناير 2026. وبحسبة الجيوشي المفروض المشروع يكون خلص، وحب يطمن الجمهور وقال كل الحكاية شوية صخر محتاجين بلدوزر يقللها. لكن كلام مجلس الإدارة ما دخلش على جمهور القلعة الحمراء وزود الشكوك وخلى الناس تتأكد إن في حاجة مستخبية، وإزاي بيقولوا إنهم سابقين الجدول الزمني وهم ما وصلوش لنص منسوب الحفر. واتقال إن الأخبار عن تعطيل مشروع الاستاد كله كذب وشغل لجان إلكترونية مدفوعة كرد فعل على قرار سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك. ولحد هنا والجمهور والسوشيال مستمر في النفخ في النار، والخلافات بين الناديين جابت آخرها، والحل النهائي والأخير هيكون في إيد الدولة، إما بالسماح للزمالك بمهلة إضافية لاستكمال مشروعاتها وتدخل أي رجل أعمال لإنقاذ النادي، أو تتسحب الأرض من الزمالك وتقف مشروعات الأهلي في نفس التوقيت. وده اللي حاصل دلوقتي لتهدئة جماهير الطرفين. لكن أيا كانت النتيجة، الأهلي والزمالك هيفضلوا قطبي الكرة المصرية، وأهمهم وتاريخهم أكبر من فتنة الأعلام والسوشيال ميديا. أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.